في مفاجأة مدوية وغير متوقعة بعدما كان الجميع يعلم أن أنطوني هو الفائز بالكرة الذهبية، قامت فرانس فوتبول بتشتيت الأوراق واللعب بعقول المتابعين، وأهدت جائزة الكرة الذهبية لمحب المستشفيات عثمان ديمبلي الذي عدد زياراته للأطباء أكثر من مساهماته التهديفية. وفي حدث لا يحدث سوى بضع مرات لم يستطع ميسي هذه المرة سرقة الكرة الذهبية، وذلك بعدما علموا بنيته وأوقفه الأمن في باب الحفل ومنعه من الدخول. ونشكر عثمان ديمبلي على إنقاذه للكرة الأرضية من تطبيل كان سيدوم إلى يوم البعث إذا توج بها يامال. وعندما تم سؤال رئيس فرانس فوتبول عن سبب عدم تتويج يامال بالكرة الذهبية رد عليهم: دعوه يرفع سروله أولا، ثم يأتي إلى هنا العام القادم ليرفع الكرة الذهبية. ديمبلي حرمهم من الأبطال 2019 وحرمهم أيضا من الأبطال 2024 وأخذ البالون دور من لاعبهم. ديمبلي يثبت لنا أنه زوج برشلونة الثاني من بعد كريستيانو. مهما كان المدريدي سعيد الليلة لن يكون أسعد من لابورتا بعد عدم تتويج رافينيا بالكرة الذهبية، ومنها لن يضطر لدفع أي قرش لإدارة ليدز يونايتد. ومهما خذلتك الحياة تذكر أن يامال جاب معه 20 فرد من عائلته ليحتفلوا معه بالتتويج بالكرة الذهبية، وفي الأخير صفقوا جميعا على ديمبلي المتوج بها. وهذا رد فعل سبيد بعدما علم أن المتوج بالكرة الذهبية ليس كريستيانو. وفي تصريح صادم قال لامين يامال: الكرة الذهبية فقدت مصداقيتها،